الوقت الحالي وقت صعب جدا على المستوى الاقتصادي، وربنا يستر الايام اللي جايه كمان. والازمات الاقتصاديه احد اهم اسباب المشاكل في البيوت. الناس كلها روحها بقت في مناخيرها، وصدورها بقت مليانه قلق وحيره، والخناقات بتزيد وحدتها كمان بتزيد. زوجتك بتطلب حاجات كتير لان طلبات البيت والاولاد بقت كتير غصب عنها. فعلا جوزك بقى حساس جدا من الطلبات دي، وبقى بيتذمر من طلباتك، مش بخل واستخسار، ولكن فعلا الوضع بقى صعب والحاجه بقت غاليه وقيمه الفلوس بتقل، فهو مش قادر يكفي طلبات الحاضر، ومطلوب منه كمان يفكر هيعمل ايه في اللي جاي. كلنا ضحايا والوضع متأزم، فما فيش داعي بقى نحمل بعض مسؤوليه اللي بيحصل، والوضع صعب على الناس كلها. الوقت ده المفروض نقف فيه جنب بعض، وتكونوا جبهه واحده وكيان واحد قصاد الازمه. مش صح ان انتوا تقعدوا تتخانقوا مع بعض، اعذروا بعض وهونوا على بعض، وفكروا مع بعض ازاي ترتبوا اولويات الانفاق بتاعتكم في ظل الامكانيات الموجوده، وخدوا بالاسباب كويس. وقبل كده اطلبوا سعه الرزق والبركه من الله الرزاق، وما تخلوش قلقكم من الحاضر والمستقبل يخليكم تجرحوا بعض وتخسروا بعض وتنكدوا على بعض وتفقدوا تركيزكم في تربيه ولادكم. انبسطوا بالمتاح، وربنا ييسر الاحوال ويرزقنا الطمانينه وسعه الرزق. بس كده، السلام عليكم.